تشهد دبي فعاليات مهرجان الإمارات للآداب والتي تستمر حتى 3 فبراير، وهو حدث عالمي كبير يستقطب كوكبة من الكتاب والأدباء من حول العالم ليناقشوا مواضيع تتعلق بالأدب والفكر في سوق كتب عالمية بلغ حجمها 151 مليار دولار في العام 2024 بحسب تقرير لمؤسسة جراند فيو ريسيرش. نتعرف على حزمة من أهم المعطيات المتصلة بسوق الكتب العالمي في تقرير الزميل حمزة دباح. مهرجان الإمارات للآداب انطلق. بالمناسبة، ماذا نعرف عن حجم سوق النشر العالمي للكتاب؟ يخبرنا تقرير جراند فيو ريسيرش ب5 أرقام مهمة. أولا، الحجم. يقدر سوق الكتاب عالميا بنحو 151 مليار دولار في 2024، ويتوقع أن ينمو ب4.2% سنويا بين 2025 و2030. أما أكثر ما يحفز نمو السوق فهو عوامل مثل الاهتمام المتزايد بالقراءة، ارتفاع إنفاق المستهلكين على الكتب بفضل زيادة الدخل، الابتكارات التقنية الجديدة كالكتب الإلكترونية والمسموعة. ثانيا، من حيث الفئات، قاربت حصة المبيعات الخاصة بكتب الآداب 60% خلال 2024، هيمنة واضحة تدفعها شعبية متزايدة لأنواع مثل الفانتازيا والرومانسية والخيال العلمي، كما يدفعها توسع المنصات الرقمية مثل كيندل وأوديبل. ثالثا، هناك فئة تصعد بقوة هي أدب الغموض، وتتجه مبيعاتها لنمو سنوي عند 5.3% حتى 2030، وتزدهر جدا وسط الكتب الصوتية والإلكترونية. ورابعا، بالنسبة لوسيلة النشر، حصدت النسخ المطبوعة ما يزيد عن 84% من مبيعات 2024، يشير ذلك إلى أن الكتاب الورقي بخير. أما أسباب تزايد الميل إليه فهي نزوع الشباب والكبار لتقليل وقت الشاشة، وكذلك بالنسبة للآباء الذين يسعون لتخفيض استعمال أطفالهم للأجهزة. خامسا، بالنسبة للكتب الإلكترونية، يتوقع أن تنمو مبيعاتها بمعدل نمو سنوي يفوق 5% بين 2025 و2030، مدفوعة بالتحول نحو القراءة الرقمية. بدأت الكتب رحلة مثيرة من التحولات عبر التاريخ، من ورق البردي وصولا إلى الكتب الصوتية، وهو ما ظل يفتح مجالات جديدة للناشرين من أجل توسيع الفرص. وها هي اليوم تشكل اقتصادا عالميا ضخما ويكبر بجموح.